السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الزراعة المختلفة وفيديو جديد. اليوم سنقوم بزراعة النعنع عن طريق تعقيله بالماء ثم زراعة بالتربة الدائمة. بختار 3 غصون نعنع كويسين، أو أنا إذا بدي أشتري من أي سوبر ماركت نعنع، بدل ما أنا أخليه ينشف عندي بستخدم منه للاستخدامي الطبيعي، وباخد منه غصون بهذا الشكل وبزرعهم. طبعا تكون مقص من عند العقلة. بشيل الأوراق اللي تحت وبجيب كاسة مي، بخليهم تقريبا 4 سنتي نازلين في المي لمدة 10 أيام. كل 3 أيام بغير المي. بعد 10 أيام على وضع غصون النعنع بالماء كما تشاهدون صار عندي جزير ممتاز بالنعنع. الآن سنقوم بالزراعة داخل التربة الدائمة. بعمل ثقب من 4 إلى 5 سنتي عشان ما أكسر الجذور، بدي أوضعها بكل أريحية. بحط عليها تربة وبضغط شيء خفيف. بعدها بقوم بري التربة. أهم شيء يكون الحوض اللي بدي أزرع فيه في ثقوب من الأسفل، بوضعها يومين بمكان مظلل، بعدها بعرضها للشمس. بعد 20 يوم على زراعة النعنع عن طريق العقل، بدي أقص وأخلي تقريبا عقلتين المبينين أداء، عشان بدل ما يكون النمو عمودي يكون ينتشر على جميع الحوض. طبعا النعنع هذا أنا بدي أستخدم. خليكم معنا نشوف النتيجة بعد 20 يوم إن شاء الله. بعد 20 يوم هاي النتيجة. طبعا حكينا بدنا نقص الأغصان عشان يكون التفرع بانتشار الجذور، ما يكون النمو عمودي. كما تشاهدون إنبات جديد من أسفل التربة أيضا. طبعا هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وإن شاء الله راح ننزل طرق تانية لإكثار النعنع. إذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة كنوع من أنواع الدعم، وشاركوا الفيديو مع أحبابكم وأصحابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد 20 يوم على زراعة النعنع عن طريق العقل، بدي أقص وأخلي تقريبا عقلتين المبينين أداء، عشان بدل ما يكون النمو عمودي يكون ينتشر على جميع الحوض. طبعا النعنع هذا أنا بدي أستخدم. خليكم معنا نشوف النتيجة بعد 20 يوم إن شاء الله. بعد 20 يوم هاي النتيجة. طبعا حكينا بدنا نقص الأغصان عشان يكون التفرع بانتشار الجذور، ما يكون النمو عمودي. كما تشاهدون إنبات جديد من أسفل التربة أيضا. طبعا هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وإن شاء الله راح ننزل طرق تانية لإكثار النعنع. إذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة كنوع من أنواع الدعم، وشاركوا الفيديو مع أحبابكم وأصحابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.